السلام عليكم. معظم بيوتنا او يعتبر كل بيوتنا فيها اواني ألمونيا. طبعا ايا كان الألمونيا ماركات مش ماركات، طاسات حلل، ايا كان اللي موجود عندك ايه هتلاقيها. يعني ايه بتنقر؟ طبعا انتوا عارفين بتنقر يعني ايه. يعني بنلاقيها فيها النقط السوداء. تمام. ايا كان الماركه، حتى لو انت جايبه ماركه ممتازه. تمام. بتنقر. طبعا سبب التنقير ايه؟ يعني انا عرفته زمان، وللاسف ونسيت واتعاملت ووقعت في الخطأ تاني. تمام. الا وهو ايه؟ ان احنا بنسيب، للاسف يعني من على الشكل ده، بنسيب الاكل في الطاسه بعد ما بنستخدم الحاجه اللي احنا بنعمل فيها الاكل. بنسيب الاكل فيها تقعد لحد اخر النهار، تبات لي تاني يوم. تمام. وبنسيبها. طبعا انا الطاسه عندي كانت كده. لو هندقق شويه هتلاقوها فيها نقط. تمام. دي كانت بدايه، انا لقيتها عامله نقط بيضه كده. تمام. وبدايه الحفر، فانا يعني ادركت بسرعه وجبت السلكه بقى، ويعني عينك ما تشوف الا النور. مسكت البتاع زي ما انتم شايفينها كده، حتى علامات السلك فيها. يعني حاولت اللي انا يعني ايه الحقها. تمام. يبقى من هنا ورايح اي حد عنده حلل ألمونيا، طاسات ألمونيا، نخاف عليها ما نسيبهاش الاكل يبات فيها عشان ما تنقرش. ونغسلها على طول وننشفها وهكذا. لو هنقعدها نشطفها ونركنها، يعني نشيل اثار الاكل منها ونركنها لحد ما ننضفها، عشان الاكل بيتفاعل مع الألمونيا. تمام. للاسف يعني انا عارفه المعلومه دي وبرضه وقعت فيها. يلا معلومه كده على الماشي.